الملك. وأهل السنة والجماعة قاطبة يقررون في أصول اعتقادهم أن لله سبحانه وتعالى عرشا هو مستو عليه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وممن قرر هذا المعتقد الإمام مالك رحمه الله، والإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله المعروف بمالك الصغير، والإمام ابن رشد الجد رحمه الله وليس الحفيد، والإمام القرطبي رحمه الله، وغيرهم من أئمة المالكية الذين قرروا أن لله عرشا. هذا العرش العظيم عباد الله وصفه الله عز وجل في كتابه تعظيما لأمره،